هيك لازم يكون لونها هيك وش ذهبي، وبتاخذ العقل وبدها فليفله جنبها، كيلو فليفله جنبها خضراء، ويا سلام شي بياخذ العقل. هلا حبايب قلبي اليوم عندي معكرونه بشاميل. اول شي حبايب قلبي وبلحقهم دغري بصلتين ناعمين، بصل كتروا له طيبه حبايب قلبي بشاميل، وبنقليهم نص قلايه حبايب قلبي، بنقليهم نص قلايه بعدين بندفهم اللحمه. وهلا يا حبايب قلبي لبين ما يستوي البصل بدنا نعمل شو؟ صوص البشاميل. نحط زيت او زبده الموجود عندكم، انا حطيت زيت انه اخفض رمضان الزيت، وبنلحقه ب3 معالق طحين وبنحمصهم. ما بنحط غير الحليب يا حبايب قلبي، ليش بنحمصهم؟ مشان طعمة الطحين تروح من البشاميل. وهلا بعد ما حمصنا الطحينات يا حبايب قلبي هلا بنلحقهم بالحليب يا حبايب قلبي مشان ما يطلع فيهم تكتلات، ما بيهم يطلع فيهم تكتلات. وهلا بعد ما قلينا هالبصل يا حبايب قلبي نص قلايه بنلحقها شو؟ دغري باللحمه، وبنلحقها بفلفل مشان الزنخه ومشان النكهه، ربع معلقه فلفل اسود. وبس تسوي اللحمه فرجيكم الخطوات الثانيه يا حبايب قلبي. وهلا يا حبايب قلبي بنلحقهم للحليبات تبعاتنا بباكيت ماجي، بدها باكيت ماجي لازم، وبنلحقهم نص معلقه توم بودره، او اذا عندكم بصل بودره كمان شغال. بنلحقهم بشويه ماجي خضار. صدقوني البشاميل ما بيطيبوا غير الماجي والثوم البودره والبصل البودره. اما جوز الطيب ما جوز الطيب مثل ما بيحطوا بالمطاعم ما بدنا، نحن ما بدنا نقيد بالعادات والتقاليد، بدنا شغله على كيفنا وعمرائنا والشغله اللي احنا بنحبها، هو الاكل نفس بالاخير. بعد ما استوت لحمتنا يا حبايب القلب 3/4 الاستواء بنلحقها ببندورتين وباكيت ماجي. وكثير في ناس حبايب قلب ما بيحطوا بندوره للبشاميل، بس بيحطوا لها اللحمه والبصل، بس صدقوني بالبندوره بتطلع غير شكل. بنلحقها توم بودره او بصل بودره، وعندي هون معلقتين دبس بندوره، هذا بجيب طعمتها 100%. وحطينا الفلفل الاسود رح يا حبايب قلبي ونخليها لحتى تعقد مظبوط وبنطفي عليها. هلا شايفين يا حبايب قلبي بعد ما شفنا البشاميل هيك سمكت شوي، بنجيب شويه موزاريلا وبنحط لهم اياهم، يعني نص كميه موزاريلا عندنا بنحطهم وبنحرك حبايب قلبي، لانه كل النكهه والدسامه البشاميل اذا ما دسمه وفيها الجبنه وكريميه وطيبه ما طيبه بصراحه. وهلا بعد ما سلقنا معكروناتنا حبايب قلبي بهالشكل هذا حطيناهم بالصينيه تبعنا. بدكم انتم حبايب قلبي البشاميل تبعكم تطلع قطع بتسمكوا صوص البشاميل. انا ما سمكت صوص البشاميل، قطع بنسمك صوص البشاميل. كمان بدكم يا قطع بنسمك الصوص تبع البندوره واللحمه. انا شوي كمان خليتهم ري. هلا بدي طبق كمان اذا بدكم تعملوها قطع على تطبيقه ثانيه غير هالتطبيقه حبايب قلبي. هلا بحط لها انا شو؟ صوص البندوره واللحمه نصهم بحط، وعندي صوص البشاميل بحط كمان نصه حبايب قلبي شايفين، وبحركهم كلهم مع بعضهم مشان كل النكهه تتجانس ويطلع بشاميل طيب. وفيني انا احط المعكرونه طبقات وحط صوص البندوره واللحمه طبقه وصوص البشاميل طبقه، فيني اعملها طبقات مثل ما بدكم بتصير بشاميل. اسهل من هيك ما في، يعني فيكم تعملوها كل الخطوات اللي انتم بدكم اياها. هلا بهالمرحله هاي المعكرونه بتغبغب الدسم تبع اللحمه والبصل والبشاميل وبتطلع شغله فوقانيه. وهلا حبايب قلبي اللحمات والبصلات اللي زادوا عندي بكتهم هيك على الوش شايفين. بس صدقوني بهالطريقه هاي تاكلوا بشاميل على الاول. اللي ما بيحب البشاميل بيحبه بهالطريقه صدقوني. هذا صوص البندوره دبس البندوره كثير بطيب البشاميل، مع انه كثير ناس حتى بمطاعم ما بيحطوا صوص بندوره حبايبي، بس اللحمه والبصل والبشاميل شايفين. وهلا بنكت البشاميل الطبقه الاخرانيه. واخر خطوه بنحط شو يا حبايب قلبي؟ الجبنه الموزاريلا او جبنه اشقوان اللي بدكم اياه، او حلوم انتم اللي بدكم اياه بتعملوه. الموزاريلا اخر مرحله، بتفوتوها على الفرن 5 دقائق بتحمروا لها وشها وبتطلعوها ويا سلام. وبعد ما طلعناها يا حبايب قلبي من الفرن للبشاميل شايفين هيك لازم يكون لونها هيك وش ذهبي، وبتاخذ العقل وبدها فليفله جنبها، كيلو فليفله جنبها خضراء، ويا سلام شي بياخذ العقل.
هلا